انا حقيقي ماليش نفس اصور فيديو ولا ليا نفس اتكلم عن النادي ولا ليا نفس اتفرج حتى على الماتشات. واخر ماتش ده انا حرفيا قفلت ونزلت من قبل حتى ما الشيبي يطرد يعني. ده بالصدفة وانا ماسك الموبايل كده عرفت منكم يعني ومن البوستات ان الشيبي اتطرد. انا يوسف البيراميدزاوي وخلينا نبدأ حلقتنا بعد الانترو. رمضان ورمضان كرة. اللي بيحصل في النادي ده نتيجة ان عندنا إدارة فاشلة، لا له علاقة بالمدرب ولا ليه علاقة باللعيبة. يعني لو جيت تبص للموضوع من الأساس هتلاقي إن السبب الوحيد والرئيسي هو الإدارة. وفشل الإدارة مش من الموسم ده أو اللي قبله، إحنا عندنا الإدارة فاشلة من بداية ظهور النادي من 2018. واللي حصل معانا الموسم اللي فات ده ما هو إلا صدفة وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ملوش أي علاقة خالص بإن إحنا ماشيين صح أو إن إحنا إدارتنا ناجحة أو إن إحنا جامدين. وكل اللي حصل كان توفيق من ربنا. فكون إنك تكون فريق بينجح بالصدفة دي حاجة في قمة الفشل. بس خلّيني أقول لك إن اللي بيحصل ده طبيعي جدًا، يعني ما هو مش طبيعي إن أنت مثلًا تكون بتزرع خيار وتستنى يطلع لك مانجا مثلًا، مش منطقي. الإدارة للأسف بتتعامل مع النادي ده كإنه سبوبة. هاحاول أشبّه لك الموضوع بمثال كده، يعني تخيّل معايا واحد قرر يفتح مطعم، وهو ما بيفهمش في مجال المطاعم، فجاب مدير بيفهم في المطاعم وقال له بُص أنت اللي ماسك كل حاجة، ضبّط لي الدنيا وهات ناس كويسة وعمّال كويسين وعايز المطعم ده يبقى في حتّة تانية. اللي حصل بقى إن المدير اللي جه ده بدل ما يجيب ناس فعلًا تبقى قد المسؤولية وتقوّم المطعم وتكبّره، بدأ بقى يجيب جوز عمته وابن خالته وزميله وشوية معارف قديمة كده وقال لهم يا جدعان بصوا إحنا عايزين نروق على المطعم ده والراجل صاحب المطعم ده يعني فييس وهيروق علينا وشوية فلوس حلوة وبتاع. ده بالظبط اللي بيحصل في نادي بيراميدز من 2018. هما بيتعاملوا كأن النادي ده سبوبة ملهاش حل تاني. ما فكرة إن أنت مالك زي سالم الشمسي يستأمنك على نادي ويطلب منك إن أنت يعني هيوفر لك كل اللي أنت عايزه في مقابل إن أنت بس تعمل كل ما هو في مصلحة النادي وتودي النادي ده في حتة تانية، وأنت قصاد ده تروح تجيب اللعيبة اللي أنت بينك وبينهم علاقات كويسة وتعزهم وبيعزوك وبتاع بعيدا بقى عن إن اللعيب ده هيفيدني مش هيفيدني لأ. وده السبب الرئيسي في فشل النادي طول السنين اللي فاتت ما عدا طبعا الموسم اللي فات، وزي ما قلت هي كانت مجرد صدفة. وحقيقي لازم مالك النادي يفوق بسرعة قبل ما يوصل لكارثة. انت عارف انا نفسي في ايه بجد بأمانة؟ نفسي نتعلم من إدارة الأهلي، يعني نفسي في إدارة تمسك نادي بيراميدز زي إدارة النادي الأهلي بالظبط. الناس دي عندها رقم واحد واتنين وتلاتة هو النادي، مصلحة النادي، مفيش حاجة تانية. يعني مفيش حاجة تتحط جنب مصلحة النادي. هتفيد النادي وهتدي كل اللي عندك تعالى اقعد معانا مفيش أي مشكلة. مش هتفيد النادي أو هتفكر بس إن مستواك ينزل شوية، عرف ده هنجيب غيرك على طول. وقتي أنت ما يعني ما مش ماشية بالحب، مش ماشية كده بالعلاقات وإن أنا باعزّك والّا ما بتعزّنيش. أنا بجد أنا باشوف حاجات غريبة. يا باشا أنت مش هتنجح غير لمّا يكون مصلحتك النادي. طول ما أنت لامم شوية ناس حواليك بتعزّهم وبيعزّوك، أنت كده لا مؤاخذة أنت مش فاتح نادي، أنت تروح تفتح لك أي مشروع أنت وهُم بقى فاهم؟ عشان كده النادي الأهلي دايمًا نجاحه مستمر. بعيدًا طبعًا عن الحاجات اللي أنا وأنت عارفينها، بس الأساس صح، الأساس مضبوط. واحد هيقول لي طب ما الأهلي نفسه بادئ بداية زي الزفت وواقع وبتاع، أقول لك لأ معلش يعني الفرق كبير أوي. يعني مشكلة الأهلي كلها في المدير الفني اللي هو تاني يوم الصبح هيقوم ينطروه يجيبوا واحد غيره. أو حتى عايز أقول لك لو عماد النحاس نفسه مسك النادي الأهلي هتلاقي الدنيا ضبطت وهيرجعوا تاني يكسبوا 4 و5 عادي، لأن الأساس نفسه اللعيبة تمام، اللعيبة موجودة. كل سوء التفاهم اللي حاصل ده في المدير الفني بس. مشكلة هتتحل تاني يوم خلصت. كان انت مشكلتك عميقة قوي وكبيرة قوي، انت وصلت لمرحلة ان انت عايز تفور نص الفرقة. مفيش كده، مفيش كده في الدنيا، صعبة قوي دي مش مشكلة تتحل في يوم وليلة. وعشان الناس ما تقولش ان انا بغير كلامي، انا في الفيديو اللي فات قلت ان بيراميدز عندها اقوى سكواد في افريقيا ودي حقيقة. بس ما قلتلكش ما جبتش سيرة الدكة. شفتني جبت سيرة الدكة؟ ما جبتش سيرة الدكة خالص. يعني انت عشان تجمع تشكيلة واحدة من بيراميدز هتلاقي تشكيلة، بس ما عادي، ما في ناس بتتصاب وناس بتاخد انذارات وناس، ما عادي، ما وارد ان كل ده يحصل.
ازاي ما تكونش عندك بديل لكل واحد في كل مركز؟ ازاي طيب؟ ده غير ان انت ما عندكش بديل لكل المراكز. انت في مراكز نفسها اصلا ما عندكش فيها الاساسي. يعني مركز زي الباك الشمال ده ولا محمد حمدي ولا كريم حافظ عارفين يشيلوه. يعني المركز ده يا جدعان، المركز ده واقع، الجبهة الشمال واقعة. الواد ايفرتون حتى ما فيش حد عارف يشغله، مش عارفين نحكم عليه لحد دلوقتي. وينج اليمين عندك مصطفى فتحي اتصاب، مصطفى فتحي فين البديل؟ مفيش بديل يا جدعان، احنا ازاي كده؟ طب كل الاسامي اللي قاعده دي بتعمل ايه؟ اعدلك كام واحد ملهمش 30 لازمه في النادي؟ لو عديتهم لك هيطلعوا اكتر من 10 15 اسم. طب ازاي يعني؟ ازاي؟ اديني عقلك. اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده مش هيودينا في اي حتة خالص، مش هيودينا حتى يعني بص، احنا الموسم ده لو دخلنا كونفدرالية هيبقى زي الفل، هيبقى كده عسل قوي. الصراحة أنا يعني مش متفائل خالص. أصل أنت خلاص أنت اتحطيت، يعني الميركاتو قفل خلاص، وأنت مطالب منك إن أنت تمشي الدنيا باللي معاك دلوقتي بقى. فاللي معاك دلوقتي ان انت مفيش وينج يمين يسد بدل مصطفى فتحي عقبال ما يرجع من الاصابه. الوينج الشمال لسه بيحاول يتعود على الفرقه، والبديل بتاعه تعبان. الباك الشمال مفيش، ميتين هما الاتنين. لعيبة الوسط حتى، يعني لو مسكت كل لعيبة الوسط هتلاقي كل واحد فيهم عنده ميزة وقصادها عيب قاتل. يعني بلاتي توريه عنده ميزة وعيب، قطة عنده ميزة وعيب، كارتي ماتش بيلعبه حلو وماتش ما بيلعبش حلو، ما تفهمش. فيعني بجد ربنا يستر لحد يناير ولحد ما الميركاتو يفتح تاني الشتوي. ويعني الموضوع محتاج بجد وقفة، يعني وقفة كده يعني توقف هزار بقى، وتوقف هبل، وتوقف بقى شغل المعارف والحبايب ده. بس أنا متأكد إن ده مش هيحصل غير لما تحصل كارثة. يعني فكرة إن يعملوا حد كده ونبدأ بقى من أول وجديد، إدارة جديدة بفكر جديد، دي مش هتحصل غير لما فعلا إحنا نتحط في كارثة. تلاقي نفسك كده طالع بموسم صفري، لا دوري ولا كاس ولا افريقيا ولا انتر كونتيننتال ولا حتى بص كاس رابطة. ساعتها تعرف ان انت اتحطيت في كارثة. ساعتها بقى يبدأ الملك يفوق، يعرف ان هو حاطط ناس غلط في المكان الغلط. بالنسبة ليوم السبت انا الصراحة مش متفائل. يعني مش حاسس خالص ان احنا هنعمل حاجة الماتش ده. عايز بس نطلع بأقل خسائر، بالذات تحديدا بعد طرد الشيبي. اللي انا مش قادر افهم هو يعني ايه وجهة نظره ان هو يبقى قاصد يطرد. ما هي ملهاش حل تاني، هو اللعيب ده قاصد يطرد، قاصد يطرد. طب انت عايز تطرد ليه يا شيبي؟ يعني انت عايز ليه ما تلعبش ماتش الاهلي؟ هل انت شايف مثلا الفرقة واقعة فمش عايز تتغلب من الاهلي عشان انت يعني كرامتك غالية قوي عليك؟ طيب ولا؟ طب ما انت لو حطيت كرامتك قصاد الفرقة بتاعتك، لا هتختار الفرقة بتاعتك. فانا كده انا شايف ان في انانية في الموضوع. بس رصيده معانا يسمح له، يعني رصيد الشيبي معانا يسمح له ان هو يعمل اي حاجة. انا مش زعلان منه يعني. يا رب اللي جاي يكون خير، يا رب اللي جاي يكون في مصلحة النادي. يا رب الإدارة تفوق، يا رب اللعيبة تفوق، يا رب الملك نفسه يركز مع الإدارة، ما يبقاش عمال يرمي في فلوس وخلاص. قبل ما نقفل الفيديو عايزك تبارك لي الأول على المايك الجديد اللي أنا ماسكه ده. تقول لي تحت في الكومنتات اي حاجه تشجعني، تعمل اللايك زي ما بتعمل كل مره انا عارف. وبجد بجد شكرا لكل الناس اللي بتعمل لايكات وكل الناس اللي بتعمل كومنتات. لو لسه ما عملتش اشتراك، اشترك، فعل زر الجرس. حمسوني ان انا انزل فيديوهات تاني، حمسوني ان انا ما بطلش فيديوهات ودايما انزل عن بيراميدز ودايما اتكلم. وبس كده، والسلام عليكم.